ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة ونعم الله. مبدئيا كده نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. النهارده بقى يا حلوين هنعمل الكاتشب زي بتاع المصانع ويمكن احلى كمان. انضف بكتير من اللي بيجيبيه من بره، حاجة ضمناها وعاملاها في البيت. بصوا بمقادير سهلة جدا وبسيطة، مقادير موجودة في كل بيت. هتعملي الكاتشب زي بتاع المصانع بالظبط، مش هيختلف عنه اتنين. القوام بتاعه مظبوط جدا، لونه مظبوط جدا، كل حاجة فيه مظبوطة بالشعرة. الطماطم دلوقتي رخيصة في السوق، فهاتيه كده وحضريه في البيت، هيعمل معاكي كمية كويسة جدا. بصوا القوام بتاعه مظبوط جدا، بصوا الكمية طلعت معايا قد ايه، ما شاء الله. يلا بينا بقى على الطريقة نشوف حضرنا ازاي مع بعض. أول حاجة كده مبدئيا معايا كيلو من القوطة، غسلاه كويس جدا طبعا، وشايلة الحتة اللي بتبقى في النص الخضرا دي، وقطعتها كده زي ما انتوا شايفين. هاخد بقى الطماطم دي وهروح على النار، مش هضيف اي حاجة دلوقتي. ومعايا نص كوباية من الخل، نص كوباية من السكر، معلقتين كبار من النشا، والتوابل بتاعتي معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة توم باودر، بصل باودر، معلقة صغيرة ملح، وشطة حسب الرغبة. بس مش هضيف اي توابل تانية. هركن المكونات دي كلها لحد ما ايه، لحد ما اسبك الطماطم كده على النار. هضيف كده حوالي ربع كوباية من المية، واغطي بقى على الطماطم لحد ما ايه ما تتسبك معايا. اهو زي ما انتوا شايفين كده سلقت الطماطم كده، بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هضربها بقى في الخلاط وبعد كده هصفيها. يا ريت بقى لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش في اللايك الحلو منك والكومنت الحلو عشان ارحب بيك، والاشتراك طبعا في القناة. اهو كده زي ما انتوا شايفين صفيتها وهرفعها على النار كمان مرة. اهو كده رفعتها على النار، نزلت بنص كوباية من الخل ونص كوباية من السكر، وهنزل بقى بالتوابل بتاعتي. التوابل نص معلقة صغيرة من الشطة حسب الرغبة، ومعلقة بابريكا، ومعلقة من الفلفل الأسود، ومعلقة من الثوم البودر، ومعلقة من البصل البودر، ومعلقة صغيرة من الملح. كله معلقة صغيرة ما عدا الشطة نص معلقة صغيرة حسب الرغبة. حابة تستغني عنها مفيش أي مشكلة. هجيب بقى ربع كوباية من المية وهدوب فيهم معلقتين النشا، وهنزل على الطماطم وهقلب كويس جدا كده، وهسيبهم كده يتسبكوا مع بعض. أهم حاجة في المرحلة دي تقلبي كويس جدا. اهو كده هسيبها بقى تتسبك كده. اهي كده انا كده بعمل لها تيست. بصوا لو حطيتي معلقه الكاتشب على الطبق وما نزلتش ميه كده الكاتشب ممتاز جدا. وكده خلاص اطفي النار بقى في المرحله دي. هصفي بقى للمره التانية اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا القوام بتاعه مظبوط جدا بجد، المقادير دي مظبوطه جدا. بصوا ما يختلفش كأنك جايباه من بره بالظبط. فاعملي بقى كده في البيت، وفري بقى فلوسك، وبدل ما تجيبي حاجة مواد حافظة بقى، وانت عارفة القوطة في المصانع ما بتتغسلش كويس طبعا، قوطة منقيها بإيدك. اعملي بقى كده في البيت وهتوفري كتير بجد. هتدعيلي بجد على الكاتشب ده. اهو ما شاء الله كيلو الطماطم عمل معايا الكمية اللي انتوا شايفينها دي. فاعملي بقى كده، انا عبيته كده في البطرمان زي ما انتوا شايفين. سيبيه يبرد تماما وبعد كده احفظيه في التلاجة. الكمية دي مناسبة جدا، ما تكترش في الكمية، اما تخلص يبقى اعملي تاني. اتمنى بقى تجربوا بنفس الطريقه، ولو عجبتكم طريقتي ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه.